طلع يا باشا. الرنجة هتطلع من على الفحم اهي، تنزل بقى تنام على البقدونس ده. شكلها تحفة، ولا مطعم 5 نجوم. تحفة بجد ما شاء الله. رنجة مشوية على الفحم وهي أصلا زبدة، فالوضع يعني خطير. شطه فين؟ ناكلها شطه. وهنا سلطة الرنجة اللي قلنا عليها، ان شاء الله هيبقى في على الجريل ان شاء الله. ودي سلطة بطارخ، عبارة عن بطارخ بالطحينة. الرنجة دي هتتعمل على الفحم دلوقتي برضو، هنوريها لكم تاني. دي بقى الرنجة على الفحم بتاعتنا من عند حاج خالد خميس. اختراع دمياط يا جماعة، واختراعاتها دمياط. احنا بلد السمك بفضل الله، وبلد الابتكارات. نشتغل كده بدول برضو. دول برضو هيتشووا على الفحم. اول حاجة بنشرحهم. شوفي الهندسة، مش اي تشريحة برضو يا باشا. بس تبقى شوال. تشرحها كلها علشان تستوي، بعد كده تخش على الفحم، بحيث ان التدخينه تدخل جوه كل الفصوص وينزل بيها على الفحم بقى زي ما احنا شفنا من شويه. ما شاء الله تبارك الله بجد يعني. على الفحم بقى هياخدوا نفس الدور اللي حصل، يقعدوا 10 دقايق على النار، وبعد كده بيسلمهم للعميل جاهزين. النهارده ده هيعمل ده مجانا النهارده وبكره، يعني تطلب الرنجه عايزها نيه عادي مملحه يعني، او عايزها على الفحم نفس السعر، مش هيحاسبك على